هاد المهاجرين المغاربة المؤهلون للمشاركة في الحياة السياسية عليهم دائما اختيار والانتماء والانخراط في الأحزاب السياسية التي تتقاطع يعني في شكل من الأشكال مع المصالح ديال الوطن ديالهم بطبيعة الحال، ومع بطبيعة الحال الحقوق ديال المهاجرين، بطبيعة الحال مجموعة ديال ان باكيج ديال الالتزامات اللي كيقطعوها الساسة على يعني القاعدة الانتخابية. وبالتالي أنا شفت أن هذا الإعلان ديال هذا الرئيس ديال الجمهوريين بطبيعة الحال اللي هو يقول بأن في الانتخابات القادمة غيكون هو المنافس ديال الحزب ديال ماكرون لا ريبوبليك اون مارش، كنظن بأن مثل هذه التصريحات ومثل هذه الأحزاب السياسية هي المفروض أن المغاربة يبحثوا انهم يدخلوا لها، ولا يبحثوا انهم ينضموا لها، ولا انهم حتى يدافعوا الاطروحات ديالها ويصوتوا عليها بطبيعه الحال، مما سيدفع بطبيعه الحال الى تبني